6 امور الشركات والربح هيكسبوها لما يشتغلوا من خلال نقاط قوتهم الفطريه. التيرن اوفر في السيلز ربح هيقل بنسبه 25%. ده بيعني ايه؟ واحد لما كان شغال معاك وجايب جين عشان احتمال عشان تعوض بواحد تاني ممكن تقعد 3 شهور و3 شهور تانيين علشان تاخد نفس الجين او تستعيد اللي كان الراجل ده بيعمله. متخيل 6 شهور ضايعين من الشغل عندك بسبب تيرن اوفر عشان تشتغل بس عن نقاط قوه الناس. متخيل كم الفلوس اللي بيندفع في التريننج والدبل فيزيت اللي معاه والتولز اللي مهدره اللي ممكن ما تجيبش جين لو الراجل ده كمان هو مشي وما كانش بالكومبيتنسز اللي كانت زي اللي قبله. متخيل الرقم قد ايه؟ طب انت عارف كمان ان نسبه الغياب هتقل بنسبه 37%. الناس ما بتكون تعبانه ومتضايقه من شغلها بتتلكك علشان تاخد اجازه وحتى لو بالخصم. الجو حر بناقص ان انا انزل في الجو ده، الدنيا برد ومطر، يا عم بلاش بهدله وخليني قاعد ومستريح وبكرامتي. يعني انا باخد كام؟ ده هيكون الانسان الحالي الناس لو هي مش شغاله بنقاط قوتها. اللي هيتحسن كمان ان البرودكت ديفكت هيقل بنسبه 60%. انت متخيل الكول الاخطاء اللي فيها هتنزل بنسبه كام؟ 60%. الاوبننج هيتحسن ازاي؟ الكلوزنج هيتحسن ازاي؟ البرومنج هيتحسن ازاي؟ الموضوع كبير جدا 60%. يعني انت بتشتغل بروحين بعد ما كان روح واحده معاك في الاريا. البرودكتيفيتي هتزيد بنسبه 18%. متخيل يعني ايه؟ كل 100 زياره ممكن قصادها 18 زياره زياده. كل 100 روشته يطلع قصادها 18 روشته زياده. كل 100 زياره في الصيدليات في 18 زياره زياده. وهو رايح ما بين قريه والتانيه، ما بين مركز والتاني، يقول لك طب ما انا انزل افوت على الدكتور ده، طب ما الصيدله ديت ما حدش بياخد باله منها، اما انزل واخد منها جين. انت متخيل يعني ايه؟ يعني بنهايه السنه وارد يبقى انت عندك ربع سنوي زياده في الشغل والبرودكتيفيتي بتاعتك مجرد بس انك ركزت على نقاط قوه الناس وهم شغالين. البروفيتابيلتي نفسها هتزيد بنسبه 16%. يعني يوم ما بتصرف اي تولز على البيزنس بتاعك ستاند الون ولا مؤتمر ولا تولز ولا عينات او اي ريكوست بيتعمل، الناس بتبقى حريصه انهي كاستمر بالنسبه لي هو اللي يستحق السيرفيس ديت ولا لا. 16% فلوسك ما بتترميش وخلاص. وكمان الانجيج مع الكاستمر هيزيد بنسبه 12%. يعني في اكتيفيتي، في ديسكشن، في فتح فرص كتيره، في اوبورتيونيتي بتظهر مع الكاستمر طول ما انت شغال وبتفتح معاه حوار ونقاش ويفتح لك مجالات كتيره انت مش واخد بالك منها. فبالتالي ارجوك اكتشف نقاط قوه الناس واشتغل من خلالها. انت اولى بكل قرش يتصرف في الاريا.